وتدمير المدمرة إيلات من هنا من سواحل بورسعيد. فده يدل على أن المواطن البورسعيدي لا القدرة ولا الإرادة متوارثها عبر العصور. وتلتقي قلوب أهالي بورسعيد الباسلة في هذا اليوم من كل عام لمشاهدة الاحتفالات بأيام العزة والكرامة من زمن الرجال، داعين الله عز وجل أن يحمي مصرنا الحبيبة من كل سوء، بعدما لقنوا كل محتل درسا عميقا في معاني الوطنية والمقاومة الشريفة. اليوم ده من 54 سنة بورسعيد وأهلها ببطولتهم ببسالتهم بمقاومتهم بشجاعتهم حموا مصر كلها وزادوا عن مصر كلها وقدموا للشعب المصري كله ولكل الشعوب الحرة والمستقلة أجمل هدية في الانتصار العظيم اللي حققوه، اللي احنا بنحتفل النهاردة بمرور 54 سنة عليه. وشارك في الاحتفالات السنوية بأعياد بورسعيد جميع أحياء المدينة وقياداتها الشعبية والتنفيذية والسياسية، وتضمن الاحتفال عروضا عسكرية وفلكلورية بميدان الشهداء بالمحافظة. ذكرى عطر علينا وعلى كل شعب بورسعيد. النهارده بتواكب ذكرى زيارة السيد الرئيس 28 ديسمبر 2009، وهي كانت نقطة انطلاقة تاريخية لأهلنا في بورسعيد، بل بالعكس لكل القرارات اللي تمت هتعود إن شاء الله بالإيجاب وبالخير بإذن الله على كل شعب مصر. أنا بهني شعب بورسعيد الباسل بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد. هذا الشعب العظيم الذي يستحق أكثر من ذلك، هذا الشعب العظيم الذي جسد ملحمة تاريخية في البسالة والوطنية للدفاع عن شرف هذه الأمة. شعب بورسعيد الذي يغير موازين القوى العالمية. شعب بورسعيد يستطيع أن يقتحم معنا إلى الأمام من خلال برامج التنمية المتنوعة والشاملة اللي وجه بها سيادة الرئيس محمد حسني مبارك. وتكرم محافظة بورسعيد أبطال المقاومة الشعبية وأسرهم بشكل سنوي كلمسة وفاء على تضحياتهم التي بذلوها دون انتظار مقابل، ولكن أسماؤهم حفرت في قلوب المواطنين بعدما سطروها بحروف من دمائهم. أحمد الجمال، الحياة اليوم. النهارده كان اليوم العالمي لركوب الدراجات، الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، وكان معانا احد الشباب من فريق سايكل ايجيبت اللي عمل النهارده